السلام عليكم ورحمة الله. نحن حاليا بسوق المواشي في محافظة حماة. طبعا حركة ضعيفة لإقبال على شراء الأضاحي. للحديث أكثر معنا أخونا أبو علي أحد خبراء هذا السوق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو علي، السنة يعني شايفين حركة إقبال ضعيفة؟ والله هو بالنسبة لحركة إقبال العام هذا مقارنة بالأعوام الماضية حركة ضعيفة تقريبا جدا. يعني كل عام بهالأيام هاي بتكون حركة السوق نشطة جدا، الأسعار في حركة بيع وشراء قوية. حاليا في جمود بالسوق. نحن حتى في تقريبا الأسعار مرتفعة جدا مقارنة بالأعوام الماضية. نحن كل عام مثلا السنة الماضية أنا كنت بشتغل محاسب. العام الماضي نحن بعناه ب 47,000 الكيلو الخروف. السنة تقريبا بال 95 يعني كبر. في عندنا كمان موضوع عدم الإقبال له عدة أسباب. من الأسباب اللي يعني أدت لعدم الإقبال على الأضاحي في عندنا الوضع الاقتصادي الداخلي للمواطن اللي حاليا كل الناس بتعرفه. في عندنا موضوع الحوالات الخارجية، كان في قسم كبير من المواطنين يعتمدوا على الحوالات الخارجية من أبنائهم وأقاربهم بالخارج مشان يضحوا. فالسنة الحوالات شحيحة جدا. في عندنا موضوع الشحن أسهم بشكل كبير كمان بارتفاع الأسعار. ارتفاع الأسعار هي ما شيء سلبي، إلى إيجابياتها. سلبيا يمكن هي أسهمت إنه بارتفاع سعر سوق اللحم للمستهلك وفي له بدائل، بس بينما بالخارج الأسباب الإيجابية في عندنا بجلب قطع النقد الأجنبي اللي بتسهم باقتصاد البلد. في عندنا بتعويض المربي اللي هو الأساس بالثروة الحيوانية. يعني المربي كان كل سنة هو الخاسر الأكبر، فارتفاع الأسعار وقت اللي بيصير في شحن هي يعني نقطة إيجابية للمربي ليعوض من الخسارة اللي كان يخسرها سابقا. الله يعطيك العافية يا أبو علي، والله يرزقكم يا رب. ارتفاع الدولار، السعر الحلال موازي 100% على ارتفاع العلف وارتفاع الدولار. سعر الحلال متوازي. يعني ليش سبب ارتفاع السنة أسعار المواشي بشكل عام، خصوصا هلا بعيد الأضحى؟ شو السبب؟ حجي ما في ارتفاع، اللي ارتفع عواد الدولار طلع بالسوق السوداء لل 14. السنة الماضية كانت يعني الأضحية الكيلو من 47 لل 50 عملوه بالدولار. هلا أكثر. عملوه كان دولار 7.5 8. بس حتى هلا بالدولار إذا بدك تقارن بالدولار يعني بال 70 دولار تقريبا. حجي نفس الدبل صارت نفس الشيء. عملوه كان 50 لا السنة أرخص. عواد فرق الدولار السنة أرخص. عم نوال محل عرفت شلون؟ يعني ما في هالزرع، ما في هالري انه كذا. ايه هذا اللي اثر. وغلاء الاعلاف كمان اثر. وغلاء الاعلاف نعم. طيب اللي حسن سوق هو التصدير له يعني حركه عرفت شلون؟ بس السنه يعني صار في مرعى، صار في كذا. عملوه كان في تصدير نفس الشيء عم الحكي. قاعد اقول لك اللي الفرق اللي غلاء الحلال السنه غلاء العلاف والصرف طلع. الصرف هذا اللي اثر على الغلاء. هذا السبب غلاء عمي. الله يرزقكم يا رب. اهلا وسهلا. عم نول يعني محل ينعد محل لك يأثر. أسهم بشيء بسيط. احنا ما نحكي انه الشيء اسهل. هلا بالنسبه للمستهلك الداخل في بديل السخله، في بديل الجدي، في بديل العنز. يعني القصاب اليوم ما عم يذبح خروف. الله يعطيكم العافيه، الله يرزقكم يا رب.